قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناه ديال متمدرس باش ديما يوصلكم جديد اخبار التعليم. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعلى احسن الاحوال وبصحه جيده. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوف واحد التوقيف مؤقت ديال الدراسه بالمغرب. فمن جديد غادي ترجع الاضرابات، غادي تكون ان شاء الله. وقتاش غيكونوا هاد الاضرابات، امتى غيكونوا هاد الاضرابات، وشكون هما الاساتذه اللي غيديروا هاد الاضرابات هادو؟ فكما كتشوفوا معايا الاضرابات غادي يبداو ابتداء من يوم غد، يعني غدا الاربعاء 28 دجنبر غادي يبدا الاضراب، وغادي يكون الاضراب لمده يومين. غيكون الاضراب يعني نهار 28 ونهار 29، يعني نهار الاربعاء ونهار الخميس غيكون الاضراب في هذا الشهر هذا نيت، يعني ابتداء من غدا غادي يكون الاضراب. فالاساتذه اللي غيديروا هذا الاضراب هادو هما الاساتذه المنتميه للتنسيقيه الوطنيه الاساتذه والاستاذات ضحايا تجميد الترقيات. يعني هاد الاساتذه كما تنقولوا اساتذه ماشي متعاقدين، وانما اساتذه مرسمين مع وزاره التربيه الوطنيه، ولكن تيطالبوا بالحقوق ديالهم، يعني بهذا الشيء ديال تجميد الترقيات. فغيديروا غدا ان شاء الله الاربعاء الاضراب وحتى الخميس. فيعني التلاميذ اللي ما قراوش نهار 21 و22 من هذا الشهر هذا، فراه هما نفسهم التلاميذ اللي ما غاديش يقراو نهار 28 و29. فيعني ماشي جميع التلاميذ ما غاديش يقراو، وانما بعض التلاميذ على حسب الاستاذ ديالك واش منتمي لهاد التنسيقيه اللي قلت او لا. فكان هذا هو الفيديو ديالنا، حاولوا تبارطاجيو ما امكن باش كلشي يستافد ان شاء الله.